عمرك حسيت إنك بتجري ورا حلمك بكل قوتك لدرجة إنك مش قادر تلاقي نفسك في الطريق، وكل خطوة بتاخدها تحس إن هي بتبعدك أكتر؟ في فيلم الحريف فارس كان عايش نفس الحلم ده، حلم كبير استحوذ على حياته لدرجة إن هو بقى يوجعه أكتر ما يسعده. طب إزاي تحول حلمه من مصدر سعادة لألم مستمر؟ ويا ترى إيه اللي ممكن يحصل لما تتمسك بحلمك لحد ما حياتك كلها تتحول لصراع معاه؟ فارس مر ب5 مراحل نفسية، كل واحدة فيهم كانت بتغير جواه حاجة من غير ما يحس. فارس مش مجرد شخص بيواجه مشاكل في الحياة، هو مراية لكل واحد فينا، لكل حلم حاولنا نوصل له وساعات اتحطمنا في الطريق. طيب هل ده ممكن يحصل لأي حد فينا حتى لو مش واخدين بالنا؟ في الفيديو ده هنغوص في شخصية فارس والجوانب النفسية اللي فيها، وهنفهم ازاي كل مرحلة مر بيها كانت بتغيره شوية بشوية، ونشوف التغيير اللي وصل فيه للنهاية، وتعرف هل ممكن تكون في واحدة من المراحل دي دلوقتي؟ تابع معايا الفيديو للآخر. في فيلم الحريف لمحمد خان، عادل إمام قدم شخصية فارس اللي تعتبر واحدة من أكتر الشخصيات اللي فيها عمق وتعقيد في السينما المصرية. فارس هو شخص بيحاول يدور على نفسه، والصراع النفسي اللي عايشه فارس بيتجسد في محاولته المستمرة للهروب وإنكار واقع حياته الصعبة، لحد ما بتيجي لحظة بيضطر إن هو يتقبل الحقيقة رغم إن الألم لسه موجود. ومن بداية الفيلم فارس دايما بيكون رافض الاعتراف بحقيقة حياته، وفارس مش مجرد شخص فقير ماديا، لكنه كمان بيعاني من فقر أعمق، وهو فقر الفرص والظروف الصعبة اللي بتحصل له من حياته الزوجية والشغل، اللي رغم إن هو بيحاول يتعايش معاه لكن كمان بتحصل ظروف بتخلي الموضوع أسوأ، والحياة بالنسبة له تتحول لدايرة مفرغة من الصراع المستمر. ويهرب من كل دوت عن طريق إن هو بيلعب الكورة، وده اللي بيشوفه فارس عالمه الوحيد اللي ممكن يلاقي فيه نفسه، لأنه مش قادر يتقبل إن هو عايش في عالم مفهوش فرص ولا حتى قادر يكسب فيه. ورغم ضعفه في بعض اللحظات، لكنه عنده رغبة قوية إنه يتغير وينتقل لمكان أحسن في الحياة، فبيحاول يخلق لنفسه دور الحريف عشان يعوض الفراغ اللي جواه. وكل خطوة بياخدها فارس هي بمثابة تمن بيدفعه. فارس جواه جرح عميق جدا من كل ده، لكن صعب يظهره لينا بسهولة. مع مرور الوقت فارس يبدأ يحس بالغضب، مش بس اتجاه حياته لكن كمان اتجاه نفسه، لأنه مش قادر يتقبل إن الحياة ما ادتلوش الفرصة اللي كان بيحلم بيها. دي اللي خلته يهرب من المسؤولية والقيود اللي حواليه، ولما ما قدرش يهرب منها بدأ يلاقي مخرج في نوع من التمرد والعنف. الغضب ده مش مجرد رد فعل عن الإحباط، لكنه بيظهر كأداة دفاعية من فارس ضد الحياة اللي هو مش قادر يغيرها. وبعد كده فارس بيحاول يلاقي حل وسط بين حلمه في الكورة وبين الواقع اللي هو عايش فيه. يعني هو مش قادر يحقق كل اللي في دماغه، لكن في نفس الوقت مش قادر يسيب الأمل، وبيحاول يرجع لعلاقته مع مراته، أو بيحاول يلاقي حاجة جديدة تغير له حياته. ورغم إنه مش قادر يحقق أي حاجة، لكن هو لسه شايف إن في فرصة للتغيير. ومع مرور الوقت بيبدأ يشوف فارس إن مفيش فرصة للتغيير، وبيغرق في الوحدة ويحس إن مفيش أي حاجة حلوة. ده خلانا نشوف فارس إن هو مش قادر يقاوم الظروف الصعبة، لكنه بيسعى عشان يعيش. وفي النهاية فارس ابتدى يتقبل حقيقة الحياة، وإن هو مش هينجح يكون حريف زي ما كان بيحلم، ولا هيقدر يهرب من الواقع. في اللحظة دي فارس بياخد قرار إن هو يتقبل التغيير، ودي مش مجرد خطوة إن هو يشتغل أو يكسب فلوس، لكنه رمز أكبر لفتح بوابة جديدة للتفاعل والتغيير مع المجتمع اللي كان بيمر بمرحلة من التحول الاقتصادي والانفتاح على العالم الخارجي. وفارس اللي دخل في صراع مع نفسه، هل يتقبل التغيير اللي رفضه لفترة طويلة، ولا يستمر في عناده وانغلاقه عن المجتمع؟ وبيمثل المصري العادي اللي كان شايف التغيير والانفتاح على إنه نوع من الخطر على الهوية، ومع ذلك بيبدأ يستوعب إن مفيش مفر، وإن لازم يتحرك لقدام عشان يعيش، ويقرر إن هو يقبل بالوضع الجديد. وكأن فارس أخيرا بدأ يشوف الحياة من زاوية مختلفة. وبعد ما حكيت لك كل المراحل اللي مر بيها فارس بشكل بسيط، خليني أفسر أكتر كل المراحل اللي مر بيها فارس، وإيه هو مفهوم مراحل الحزن الخمسة، وإزاي بتبان في شخصية فارس. لما ندخل في عمق المراحل دي، كل مرحلة بتكون خطوة نفسية بيمر بيها،
وفارس بيجسد ال5 مراحل دول بشكل قوي وكأنها رحلة نفسية كاملة. وقبل ما نبدأ نتعمق في كل مرحلة خليني أوضح مفهوم المراحل ده الأول. في علم النفس في نظرية معروفة بتتكلم عن مراحل الحزن ال5 أو بالإنجليزي 5 stages of grief، وهي مراحل بيمر بيها الإنسان لما بيواجه خسارة أو ألم نفسي كبير، وبتوضح إزاي الشخص دوت بيقدر يستوعب مشاعر الحزن اللي بتتولد بسبب خيبة الأمل أو خسارة حاجة كبيرة في حياته. وبتقول إن الإنسان بيعدي ب5 مراحل متتابعة في التعامل مع الحزن والألم، والمراحل دي هي الإنكار والغضب، التفاوض، الاكتئاب، وآخر حاجة التقبل. والمراحل دي مش دايما بتيجي بالترتيب اللي أنا قلته، وممكن الشخص يعدي بأكتر من مرحلة في وقت واحد، ومشاعره بتتحول بشكل تدريجي، وبيمر بتغيير نفسي داخلي عشان يقدر يستوعب، يفهم ويستكمل حياته رغم الألم اللي مر بيه. كل مرحلة بتمثل خطوة مختلفة وبتدي للشخصية مساحة يفهم نفسه بشكل أعمق ويتصالح مع الواقع. وبعد ما قدمت خلفية واضحة عن المراحل ال5 دول، نقدر ندخل بعمق في كل مرحلة ونربطهم بمواقف معينة في حياة فارس. وخليني أمسك في كل واحدة من المشاعر دول وأفصلها، وبعدين أعكسها لك على شخصية فارس وإيه اللي حصل معاها في كل مرحلة. ونيجي لأول مرحلة، الغضب. لما الحقيقة تبدأ توصل للشخص بنبدأ معاها مرحلة الغضب. في اللحظة دي الشخص بيكون محبط ومش فاهم ليه الحاجات السيئة دي بتحصل ليه، فبيبدأ يلوم الظروف والناس اللي حواليه. والغضب هنا مش بس بيكون ضد الآخرين، لكن ممكن يكون كمان غضب داخلي جوه نفسه. في وقتها بيبدأ يحس بالعجز والظلم اللي هو فيه. وهنا فعلا بيبدأ فارس يحس بالغضب تجاه نفسه وتجاه الظروف اللي محيطة بيه، وإنه اتحرم من فرص كتير كان يستحقها. فبيتحول غضبه ده لتصرفات عنيفة وتمرد على كل حاجة حواليه. الغضب ده مش بس بيبان في أسلوبه العنيف أحيانا، لكنه كمان كان موجود قبل كده، وده كان السبب إن هو يسيب مراته. واللي كنا بنشوف كمان عبد الله اللي جسدها نجاح الموجي مع مراته وهو كمان. ونشوف رد فعل فارس وهو ساكت، إن كان مكانه في يوم من الأيام، وممكن كان يكون مكانه في جريمة القتل اللي حصلت. وكان أكتر تعبير ليه وكأنه بيكلم نفسه. وهنا مش بس ملعون أبو الفقر المادي، لكن كمان فقر الفرص والظروف وحاجات كتير. واختار فارس هنا بدل ما يحاول يلاقي حل للواقع اللي هو فيه باستسلامه لحالة العنف والتمرد، وكأنها وسيلة للتعبير عن إحباطه العميق. لكن ده خلاه بعد ما ساب حياته مع مراته وابنه يكون في المرحلة التانية، الإنكار. والإنكار بيكون رد فعل طبيعي للصدمة. في المرحلة دي الشخصية بتكون مش قادرة تتقبل الحقيقة وبتحاول تهرب من المواجهة، وده بيكون نوع من الحماية النفسية. الإنسان بيحس كأنه في صدمة فبيحاول يبني حواجز عشان يحمي نفسه من الألم. والإنكار بيديه وقت يستوعب ويبتدي يفكر في اللي حصل، حتى لو هو في البداية مش قادر يواجهه أو يصدق الحقيقة. وهنا مرحلة الإنكار كانت عند فارس. في بداية الفيلم فارس بيكون عايش في إنكار كامل لحقيقة حياته الصعبة. هو رافض يعترف بالظروف اللي هو فيها، سواء من الناحية المادية أو الاجتماعية. وبدل ما إنه يواجه المشاكل دي بيهرب من حياته عن طريق لعب الكورة، وكأنه بيقنع نفسه إن ده الأمل الوحيد اللي هيخرجه من الواقع الصعب. وكأن كمان لعب الكورة بالنسبة له هو المكسب الوحيد اللي هيقدر ياخده من الحياة دي، ويرد على الحياة والعالم اللي حواليه اللي بيتغير ويقول له أنا قادر أكسبك. والإنكار هنا بيخليه عايش في وهم، وكأن الحريف اللي بيلعب كرة في الشارع هو فارس الحقيقي، وإن الكرة هتحقق له اللي مش هيقدر يحققه في حياته اليومية. وبعدين بيجي التفاوض. في المرحلة دي بيبدأ الإنسان يتفاوض مع نفسه أو مع الواقع اللي حواليه، وتلاقيه بيقول لنفسه لو كان حصل كذا أو لو ما كنتش عملت كذا. وده نوع من الأمل الوهمي، كأنه بيحاول يغير كل حاجة حصلت في الماضي حتى لو مش ممكن فعلا. هنا بيحاول يلاقي حلول أو يصنع فرص ويبدأ يساوم مع نفسه عشان يتحمل الألم. وهنا كان التفاوض مع فارس بدأ وهو بيحاول يوازن بين حلم الكورة والواقع اللي هو عايش فيه. يحاول يقرب من مراته ويحافظ على علاقته بابنه، وكأنه بيقول لنفسه أنا هقدر ألاقي مخرج. التفاوض هنا هو محاولة لإقناع نفسه إن لسه في أمل حتى لو بسيط. فارس بيحاول يمسك أي فرصة مهما كانت صغيرة، وكأنه بيحاول يخلق لنفسه دور الحريف علشان يعوض الفراغ الداخلي اللي حاسس بيه. بس الصراع الداخلي اللي جواه بيخليه ما يوصلش لحل نهائي. وبعد ما بيحاول يهرب ويتفاوض بيبدأ يواجه الحقيقة كاملة، وهنا بيبدأ يحس بالحزن العميق والاكتئاب، يحس بفقدان الأمل وإنه مش قادر يكمل بنفس الطاقة اللي كان عليها. في المرحلة دي الوحدة والعزلة هي اللي بتبدأ تسيطر. بعد فشل محاولة التفاوض
بيقع فارس في مرحلة الاكتئاب، واللي هو موجود عنده من أول الفيلم، وبيظهر بشكل كبير لما بيحس بعجز تام عن السيطرة على حياته. وحصل ده في أول الفيلم لما مراته قالت له أنا هتجوز، والمرة التانية لما أمه ماتت. وكأن دي الطريقة اللي بيقاوم بيها إحساسه لما بيحس إن الدنيا بقت ضيقة عليه. والاكتئاب هنا بيكون نتيجة لتراكم مشاعر سلبية كتير. لكن كمان فارس كان على اسمه، دايما بيحاول يلاقي طريقة للنجاة، بس بيحصل أكتر من حاجة ورا بعض هتخليه يوصل للمرحلة الأخيرة، والمرحلة دي هي التقبل. وهنا بيدرك الشخص إنه محتاج يكمل حياته رغم الألم، ويبدأ يتأقلم مع الوضع الجديد، ويلاقي طريقة للتعامل مع حياته رغم إن هو بيحاول يهرب. والتقبل هنا مش معناه إن الحزن اختفى، لكن معناه إن الإنسان قدر يتصالح مع الواقع ويعرف إنه لازم يكمل. بس فارس عشان يوصل للمرحلة دي اتعرض لمواقف كتير كانت صعبة وهزته، وأولهم هو رفضه من الشغل. بعدين يجي انت عبد الله اللي أثر فيه بشكل كبير، لأنه حس في وقت من الأوقات إنه ممكن كان يكون مكانه. بعدها بيجي الموقف اللي مراته بتحاول فيها تديه فلوس، لحد ما نيجي لأهم لحظة لما خسر في الحاجة الوحيدة اللي بيعرف يكسب فيها. وفي اللحظة دي كل شيء بيتحول، وبيعرف إن الواقع الصعب اللي هو فيه قدر يغلبه، ويبدأ يتقبل إنه ينزل ملعب الواقع والحياة. وطبعا التقبل هنا مش معناه إن هو سعيد، لكن خلاص قرر يتعايش مع الحياة زي ما هي. فهم إنه محتاج يواجه الحقيقة حتى لو مش هيكون مبسوط. فارس بيوصل لمرحلة التقبل دي لكنها مخلوطة بالمرارة، وبيعرف إنه مش هيقدر يكون حريف زي ما كان بيحلم، ويقرر إنه هيعيش بواقعية ويستمر، وإنه هيقدر يتعايش مع الألم من غير ما يهرب منه. وعايز أتكلم ضروري على مشهد النهاية اللي في الحقيقة كنت هعمل عنه حلقة كاملة، لأنه مهم جدا وليه معاني كتير، بس هحاول أختصره هنا. بنلاقي إن المشهد الأخير في الفيلم بيلمس قلوبنا بطريقة مؤثرة، وبيحمل معاه معاني أعمق من إن هو ماتش كورة. ده مش بس آخر ماتش الفارس هيلعبه، لكنها بتمثل نقطة تحول، زي أول مواجهة حقيقية دي مع الحياة بكل قسوتها وتحدياتها. وإحنا شايفينه قدامنا واقف على حافة مرحلة جديدة، وبيودع حاجة بيحبها كانت بتديله معنى للحياة، لكنه كمان بيبدأ طريق جديد حتى لو مش واضح بالنسبة له. في أمل إنه يلاقي نفسه ويكتشف شيء جديد. فارس كمان في المشهد ده بيقدم لينا صورة عن التحدي، وعن كل واحد فينا بيلاقي نفسه في لحظة معينة مضطر يودع حاجة بيحبها عشان يبدأ من جديد. يمكن يكون الحلم اللي عشنا نطرده لسنين، أو شخص اتعلقنا بيه، أو حتى صور نفسنا القديمة اللي كنا بنهرب منها. اللحظة دي بتمثل تحدي إنساني بتخلينا نواجه الحقيقة حتى لو كانت مؤلمة، وبنتقبل إن الحياة بتطلب مننا إن احنا نتغير. وفي المشهد الأخير كمان فارس مش بس بيودع الملعب، لكنه كمان بيودع فكرة الهروب اللي كان عايش فيها طول الوقت، ويبدأ يشوف إن الهروب من الحياة مش هو الحل، وإن القوة إن هو يواجه الواقع. وإن إحنا كمان في الحقيقة زي فارس بنلعب ماتش حياتنا برضه، وكل واحد فينا عنده معركته الخاصة، عنده الألم والمشاكل اللي بتقيده، وعنده الأحلام اللي ساعات بنحس إنها بعيدة أو صعب تتحقق. وزي ما فارس حاول يلاقي المعنى وسط الفوضى، وإننا مش لوحدينا في التجربة دي، كلنا بنمر بنفس المراحل، بنحاول نهرب، بنغضب، بنحزن، لكن أهم حاجة في النهاية لازم نوصل لمرحلة التقبل ونحاول نتغير للأحسن. يمكن المشهد ده مش بيديك الحلول المباشرة، لكنه بيفتح ليك الباب إنك تبدأ رحلتك الخاصة للتغيير، وبيشجعك تواجه مخاوفك وتتخطى مضيق. من خلال قصة فارس الفيلم بيقول لنا إن النجاح مش مجرد وصول للهدف، لكنه رحلة بتمر فيها بمراحل من الألم والفرح، وأهم حاجة إنك ما توقفش، تفضل مكمل مهما كانت الصعوبات. ده اللي بيخلي فيلم الحريف تجربة إنسانية بتمس كل واحد فينا، مش بس عشان قصته الجميلة اللي كلنا بنحبها، لكن عشان فارس يعتبر مراية لكل شخص بيمر بمشاعر أو أزمات متشابهة زي دي. يمكن كلنا مرينا بلحظات ألم وفقدان أو حتى فشل، وكل واحد فينا بيلاقي نفسه عايش بين مراحل الحزن دي بيحاول يتخطاها بطريقته. فارس بيمثل كل إنسان عادي بكل صراعاته وأحلامه اللي ما تحققتش، ويمكن ده اللي بيخليه قريب من قلوبنا، لأنه زينا في كل مرة بنواجه فيها الحزن بنحس باليأس، بس كمان لازم نعرف إن في أمل، وإننا نقدر نعدي بكل الصعوبات حتى لو بدايتها بطيئة أو صعبة. وبكده نكون خلصنا رحلتنا مع فارس.